عندهم قبول مش طبيعي ولهفوا الأضواء من أول نظرة، والكل بقى بيتكلم عنهم أكتر ما بيتكلموا عن أهاليهم الفنانين. ليلي بنت أحمد حلمي ومنى زكي سحبت البساط منهم، وبنت محمد رمضان رغم إنها ما بتمثلش بس قعدت في قلوب الناس واتربعت، وكايلا بنت دنيا سمير غانم محيرة الكل. ويا سلام بقى على جنى بنت الهضبة اللي لهفت الشهرة من أبوها. الكلام هنا عن أبناء الفنانين اللي لفتوا الأنظار الفترة الأخيرة. يا ترى بنت تامر حسني لفتت الأنظار إزاي؟ ليه دول بالذات اللي حبوهم الجمهور؟ يلا بينا نعرف حكايتهم كاملة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للنهاية. سبحان الله، في أبناء فنانين قدروا إنهم يورثوا من أهاليهم القبول لمجرد إن حد يشوفهم يقع في حبهم. حاجة كده تخليك تقول دول ورثوهم بالحياة وهم لسه عايشين في الدنيا، وقدروا إنهم يلهفوا الأضواء وكمان الترند منهم، وبقى الصغير والكبير بيتكلم عنهم وعن حلاوة روحهم وشطارتهم. والحقيقة إن مش كل أبناء الفنانين كده، لا ده في حوالي 5 من بنات الفنانين قدروا يلفتوا الأنظار الأيام اللي فاتت، زي كايلا بنت الفنانة دنيا سمير غانم اللي شاركت مع أمها في فيلم روكا الغلابة وقدرت تثبت شطارتها وموهبتها في الفيلم. والصراحة هي خطفت الأنظار من أول ما ظهرت في برومو الفيلم، والكل بقى مستنيها عشان يشوف كايلا في السينما. ومش كده وبس، كمان لفتت الأنظار لاحترامها وتربيتها الصح لما الصحفيين نادوا عليها عشان تسجل معاهم وقالت لهم سوري بابي ومامي قالوا لي ما تسجليش. من الآخر كده كايلا دي محيرة الكل معاها، يعني الله أكبر عليها، موهبة تلاقي، احترام وتربية تلاقي. واللي زيها ليلي بنت الفنان احمد حلمي ومنى زكي. من كام يوم ظهرت فجأة مع مجلة عالمية واتكلمت فيها عن موهبتها في الرسم، والناس لما شافت اللوح اللي هي رسمها انبهروا بشطارتها في الرسم وكمان اسلوبها المتحضر والمحترم في الكلام. واللي حكايتها حكاية كنزي بنت نمبر 1 محمد رمضان، اهي بقى لا مثلت ولا اي حاجة، اخرها تظهر مع ابوها في لقاء تلفزيوني او على السوشيال ميديا او حتى في اغنية من اغانيه، بس الله اكبر عليها، قعدت في قلوب الناس واتربعت بسبب خفة دمها وروحها الحلوة وجمال ملامحها المصري على اصوله. كل ده خلى الناس تقول يا ريتها تمثل. اما بقى تاليا بنت تامر حسني، فدي بقى لها فتره متصدره السوشيال ميديا، وكل شويه تظهر في فيديو مع اصحابها، إشي مره في الساحل ومره في سهره معاهم، وبتغني اغاني ابوها وعايشه دور البلوجر وبتطلع تعمل ريفيوهات. كل ده خلاها تبقى متصدره الاضواء وكانها نجمه من نجوم الفن. ويمكن اخوها ادم كان بينافسها شويه في تصدر الترند، بس يا عيني عليه، ده كان بسبب تعبه الاخير. جنات عمرو دياب، واللي اول ما قلت اسمها اكيد جه في بالكم على طول خطفوني عينيه خطفوني. جنى هي الوحيده اللي قدرت تلهف الاضواء والشهره من ابوها. تخيلوا يعني كل نجوم العرب والنجمات ما قدروش يعملوا كده مع الهضبه، وهي بكلمتين قالتهم في الاغنيه معاه، وقال لك جنى بنتي خليتها تغني في اول الاغنيه، اتشهرت اكتر مني. قولوا لي بقى مين اكتر واحده فيهم تتمنوا انها تمثل الفتره الجايه؟